اول فيديو في فيلات الوحش. هنتكلم النهارده عن البيتس باي، وهنا هتعرف انك قطعت شوط كبير قوي في اللغه، وخلاص فاضل لك خطوه انك انت توصل اللي انت عايزه. اللي حاولوا كتير ان هم يتعلموا اللغه، ولكن قليل بس اللي وصل للمستوى دوت. بس عادي انك تكون منهم، عشان بس موضوع الاستمراريه، انك انت مستمر لدراسه اللغه وتحط هدفك قدامك وما تفقدش الامل بسرعه. وهنا في فيديو النهارده هنتكلم على بيتس باي، والليفل دوت المواضيع فيه بتبقى اعمق كتير من اي ليفل تاني. كوبايه شاي كده وركز معايا. الليفل ده المواضيع بتكون عامه جدا وشامله حاجات كتير. لو وصلت له هتقدر تتكلم في اي موضوع عام، وتفهم الاخبار بشكل كويس، وتقرا مقالات وكتب بشكل سلس وسهل جدا. ومش بس تقدر انك تعبر عن رايك زي ما اتعلمت في البي اينز في الليفل اللي فات. في الليفل ده تقدر انك تنتقد اي فيلم او مسلسل او كتاب قريته او قصه قريتها، وكمان تتكلم عن السلبيات اللي انت شايفها، وكمان تقدر تتكلم في التاريخ والسياسه والثقافه بكل سهوله. اكيد طبعا كل ما تعلى في الليفل في الالماني هتلاقي المستوى معاك بيعلى كمان في صعوبه المواضيع اللي بتناقشها. هتلاقي المواضيع كبرت شويه بشويه، زي مثلا الهجره وانك تنتقل في مكان جديد عليك، والكالتشر شوك اللي هي صدمه انك تنتقل مكان جديد وازاي تتعامل معاه، التعدد اللغوي واختلاف اللهجات باختلاف الاماكن، التواصل والبادي لانجويج اللي بتعبر بيه، الشغل والتيم وورك، وازاي نتدرب ونخش انترفيو ونتقابل في عمل معين او شغلانه. وهتوصف كمان الاتموسفير بتاعك في الشغل عامل ازاي، وتوصف هل انت مرتاح وهل انت متضايق، ايه الحاله بالظبط. هتتكلم عن زميلك العصفوره، مديرك التوكسيك، وهكذا. وهتلاقي كمان مواضيع تانية عن الرياضه وازاي نستغلها ضد العنف، مشكله الفقر، الانترنت وادمان الانترنت وازاي نحل المشكله دي، الاونلاين شوبينج وازاي انك تعمل اوردر وتستنى الطلب بتاعك يوصل لك. وبيدخل في الليفل هنا الرياضه والسياسة واللغة، وبتتكلم في مواضيع أعمق فأعمق فأعمق. هتخش بقى على التاريخ وهتلاقي شوية مواضيع كده بتتكلم عن التاريخ زي الاكتوبر فيست وهدم سور برلين وتقسيم المانيا وكلام كبير زي دوت. ومش بس كده، في الليفل برضه هتتكلم عن المستقبل والتكنولوجيا واخر صيحات الموضه والوظائف اللي ممكن تحصل في المستقبل لما الروبوتات تمشينا من الوظائف بتاعتنا، وفي وظائف هتختفي ووظائف ثانيه هتظهر. كل ده هتقعد تتكلم عنه بالتفصيل. فهمت قصدي وانا بقول لك ان المواضيع هتبقى اعمق فاعمق؟ طب انت لسه ماشي في رياضه السفر ووصلت لمستوى بيتس باي، تقدر من وانت في مصر تبدا الشغلانه توصل لحد 30,000 جنيه في اكونتات وشركات كتير جدا زي فودافون وكونسنتريكس. وطبعا عارف ان انا هقول لك اوف جيتس اكاديمي عندهم كورسات ترين تو هاير، اللي هو بيدربك عشان تتهيأ لسوق العمل. ومش بس كده، في كمان معاهم انترفيو بوكس بيعملوا فيه سيميوليشن او محاكاه انك انت محطوط في جوه انترفيو وحد بيقعد يسالك وانت بتجاوب ازاي. يعني كده هتتقابل معاهم. طب بالنسبه للجراماتيك او الجرامر، هل هو صعب؟ بصراحه مش مستحيل، بس كل ما تمشي في اللغه كل ما تبدا تكون جمل مركبه ومعقده فيها تفاصيل كتير بتراكيب لغويه معقده ومتقدمه، لانك بتقرب شويه بشويه للنيتيف سبيكر او الموترشبراخ. خليني كده اديك فكره سريعه عن القواعد تفهمها معايا كده وندردش بيها مع بعض. اول حاجه وهي كونيكتيف اينز. قاعده زي دي ما بنستخدمهاش كتير، بس ممكن نلاقيها في الاخبار، وهي شخص ممكن بيكون بيتكلم عن لسان شخص تاني. قال الصحفي محمد ان الوزير بيقول كذا 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 كذا. Der Journalist محمد sagt der Bundeskanzler sage. وتاني قاعده مهمه جدا في البيتس باي هي الباسيف، او زي ما بنقولها في العربي مبني لمجهول. السندوتش اتاكل، طبق الكشري اتعبى في بطنك، صباعين المحشي دماغي بالفيديو ده كيفت. يعني مين اللي كيفها؟ انا. كل دوت. فانت فهمت دلوقتي يعني ايه مبني لمجهول. ما بنبقاش عارفين مين الفاعل، بس انتم عارفين ده. دي ليرغن ليست سبوخ، دي معناها ان المعلمه قرت الكتاب. دي جمله الفاعل فيها معلوم اللي هي معلمه. طب لو عايزين بقى نظبطها بحيث نقولها بالباسيف او الباسيف يا سيدي بالالماني، بنحذف الفاعل من الجمله، المعلمه دي هنطيرها، بنطلع المفعول اول الجمله ونزود فعل فيردن بتصريفاته طبعا، ونرجع الفعل الاساسي في الماضي في الاخر خالص. ده سبوخ فيرد جليزن، وبتبقى جمله شكلها كده: الكتاب تم قراءته. ودلوقتي هنتكلم عن حاجه غريبه اسمها تكمله. هتحسني بتكلم عن حاجه صيني انا عارف، بس هي طريقه لترتيب الجمله عشان تبقى مفهومه وصح وواضحه جدا للي بيسمعها، عشان الجمله تبقى فيها كذا معلومه ورا بعض. طب يعني ايه كلمه تكمله اللي انا لسه قايلها؟ التي اي دي تمبرال اللي هي زمني. امتى؟ الكاء ده الكوزال، السبب ليه. الام او ده المودال، الكيفيه ازاي. اخر حرفين ال او اللوكال، وده المكان فين. ان احنا لما بنتكلم بنمشي بالترتيب دوت. اول حاجه بنمشي بيها ظرف الزمان، مورجن، هويتا، ابند. تاني حاجه
السبب من الحاجه اللي انا بعملها. تالت حاجه الطريقه اللي انا بعمل بيها الحاجه دي. فلايسش، لانجزم يعني بطيء، وفلايسش يعني مجتهد. واخر حاجه بنذكر المكان، zu Hause, nach Berlin. فبتلاقي ان الجمله ماشيه معاك بالترتيب دوت. Ich lerne heute wegen der Prüfung fleißig in der Bibliothek. يعني انا بتعلم النهارده عشان الامتحان باجتهاد في المكتبه. وبنخش بقى هنا على حاجه اسمها كونديسيون زيتسه اللي هي الجمله الشرطيه. ان لو في شيء حصل كده هعمل كده، لو انا عندي وقت فاضي هساعدك. Wenn es regnet nehme ich einen Regenschirm. يعني لما تمطر هاخد انا شمسيه وانا ماشي. وهنا خلينا اوضح لك شويه حاجات. ليه مستوى بيتس باي مهم في الدراسه والعمل؟ خلينا نبتدي بالدراسه. والبيتس باي بيبقى مهم لان هو المستوى المطلوب في معظم الجامعات. وفي تخصصات اكيد بتحتاج السي اينس مش البيتس باي، او انك تنجح في ديسها او تلك او تصدف. كل ده بيبقى مطلوب للجامعه. والبيتس باي مهم جدا عشان تاخد المستويات ديت او تنجح في الامتحانات ديت. شغل زي ما قلنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت، تقدر تلاقي شغل وانت معاك البي اينس، بس لو مستواك وصل للبيتس باي هتلاقي فرصتك اكتر واكتر من بي اينس، والموضوع هيبقى معاك اسهل بكتير. يعني لو هتشتغل في الطب او القانون او اداره الاعمال لازم سي اينس. في التعاملات الحياه العاديه اللي هي رايح المدرسه جاي من المدرسه، انا رايح الشغل جاي من الشغل، الحاجات اليوميه، صحيت كلت والحاجات دي، البي اينس كفايه. لكن لما تيجي بقى تخش في الاعمق في الحياه نفسها، لما تحتاج تستخدم اللغه جوه الشغل بتاعك، في الماتيريالز اللي انت بتشتغل بيها، في المصطلحات بتاعه الشغل بتاعك، في المذاكره نفسها تبع المواد اللي بتدرسها في الجامعه، لا البيتس باي هيبقى هو مهم بالنسبه لك فيما فوق السي اينس. لكن البي اينس مش هيبقى كفايه. البي اينس هيبقى كله فيه الاساسات اللي انت درستها. فالبيتس باي مهم قوي انك تكمل فيه. اللي يوصل للبي اينس ويقف ده يبقى اللي هو مثلا، عارف انت المثال ان الواحد بيروح فيه لحد اخر حته في الكهف وبيحفر فيه على اساس ان هو بيدور على ذهب، ويفقد الامل، يبقى قدامه على قطعه الماس قد كده شبر مثلا. هو ده اللي بيسيب اللغه بعد بي اينس. لازم تكمل البيتس باي والسي اينس كمان. واللغه مش بس كلمات، دي كمان تعبيرات، نبرة الصوت ولغة الجسد. حتى لو الإجابة بتاعتك مش 100%، الطريقة اللي انت بتقول بيها الكلام ممكن تفرق كتير. لو في سؤال جالك لأول مرة تسمعه واتفاجئت بيه، هتاخد وقت عشان تفكر في الإجابة. تقدر تستخدم شوية عبارات تديك وقت تفكر فيه من غير ما تبين انك متوتر. darüber habe ich nie gedacht aber وتتكلم. يعني انا عمري ما فكرت في الكلام اللي انت بتقوله بس، وتتكلم بعديها وتبني بعديها اجابه منظمه. تقول مقدمه Einleitung اللي هو تقديم سريع للموضوع، رايي الشخصي meine Meinung وده رايك في السؤال، السبب Begründung توضح ليه رايك كده، وتدي امثله Beispiel حاجه من الواقع تدعم كلامك، وتقول بقى خاتمه في الاخر Schlussfolgerung اللي هو استنتاج نهائي على كل الكلام اللي انت قلته. وما تنساش تحسن الاسبريشن بتاعك، تتكلم بصوت عالي وتسمع نفسك، او تقعد تجيب تيب كده وتسجل لنفسك وتقعد تسمع وتشوف انت الفرق بعد كل فتره، وتبص في المرايه وتتكلم، وتفضل تتابع كل فتره الفرق اللي بيحصل والتطور اللي بيحصل. تقعد تتكلم كمان مع المرايه. التمرين ده بيساعد تقرا مقالات وابحاث هتوسع ادراكك انت عن اللغه، وهتوسع كمان حصيلتك اللغويه، وتفهم تراكيب متقدمه جدا، وتتمرن على الاسلوب الاكاديمي. لما تحب تكتب مقال اكاديمي او تقرير بالالماني هتحتاج ايه بقى؟ تركز على شويه حاجات، وركز معانا كمان. اول حاجه هيكل المقال نفسه. زي ما قلنا هنبتدي بمقدمه Einleitung بتعرض الموضوع ووجهه نظرك في الاول. جسم المقال والهاوبتايل اللي هو اسمه هاوبتايل بتشرح الحجج بامثله وتفاصيل، وتدي واحده في الاخر خاتمه شلوس بتلخص الفكره ووجهه نظرك النهائيه، وتستخدم روابط وتراكيب تخلي الكلام ادق واعمق في نفس الوقت، وتستخدم كمان روابط في جمل زي einerseits andererseits وتتكلم يعني من ناحيه ومن ناحيه تانية. وبرضه هتلاقي نفسك بتدوس في حاجه اسمها تعبيرات اكاديميه es lässt sich feststellen ودس، وتبدا الجمله اللي بعديها اللي هي تبقى نيبن زاتس، بمعنى يمكن ملاحظه ان وتبدا جمله. ولما تقرا مقال او بحث لخص كل المقال او فقره بكلماتك انت عشان تضمن انك فهمت المحتوى كويس وتعلمت كلمات جديده وتقدر تستخدمها بعد كده. وبكده حكيت لكم حكايه عن البيتس باي وقد ايه هو مستوى مهم قوي عشان تدرس ومهم قوي عشان تشتغل في المانيا. باذن الله في الفيديو اللي جاي نكمل كلامنا وننهي السلسله بتاعه الالماني بتاعتنا بالسي اينس. ومش هيخلص كلامنا ابدا عن تعلم الالمانيه، هيفضل مستمر لان احنا اوريدي بدانا السلسله ما بننتهيش منها، بنفضل ننزل فيها فيديوهات. ان شاء الله الفيديوهات دي تعجبكم، وباذن الله المحتوى اللي جاي هيكون فيه التفاصيل في كل حاجه هنتكلم عليها. مش هيجي فيديو يكون عابر كده، لا هيبقى جواه كله محتوى هادف تستفيدوا منه باذن الله. لو انت عجبك الفيديو بتاع النهارده ما تنساش تدعمني باللايك المتين وتشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك دايما كل فيديو بينزل. زي ما قلت لكم مواضيع الفيديوهات اللي بتنزل دايما بتكون من ارائكم انتم وكومنتاتكم اللي تحت. فانت لو حاببني اتكلم عن موضوع اكتب تحت انت عايز ايه ببساطه شديده، عشان لو انت بصيت هتلاقيني فعلا المواضيع اللي بتكلم عليها انتوا اللي بتقولها لي،
مش انا اللي بقولها، انتوا اللي بتوصلوا لي الفكره ان انتوا في حاجه عايزينها وبنزل عنها موضوع. اخر الفيديو بتمنى لكم بالتوفيق والنجاح، يا رب يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. اشوفكم على خير، في امان الله يا شباب، احسن ناس واجمل ناس. سلام يا شباب.